قتلاتني الغبرة، قتلاتني، ما عرفتش مناش كتجي هاد الغبرة. شوفوا عباد الله، شوفوا البنات، شوفوا شعري. بقدر ما كيطيح شعري، شوفوا شعري. الحمد لله. شتو غبرة، هادشي راه كل نهار تقريبا كنخوي هادشي، كل نهار كتلقاوني كنخوي هادشي غير من الدار، غير من الدار. ميني فلوق، كيف ديما البنات كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم النهار ديالي. اول حاجه ملي كنوض الصباح غادي نمسح الدجاج ماشي ديما كنمسحو، مره كنمسحو، ولكن راه تغبر بالمعقول. اول حاجه كندوز ليسبيغاتو على داك هاد الكنارات هادو، وكنمسح الدجاج. من بعد كنغسل الدجاج بالماء، ومن بعد كندوز عليه في زويف ناشف البنات كيخرج كيشعل الدجاج. بلا ما ديروا لا برودوي، بلا ما ديروا حتى شي حاجه، غسلوه بالماء وشدي مثلا شي زويف يكون ما كيطلقش داك الصوفه ديالو، ومسحي الدجاج كيخرج كيشعل بلا ما تعذبي معاه. هنا دوزت لي غادي ندوز على الدار كامله كذلك من الغبره. غندوز لي وغندوز خفيفه كذلك، خفيفه دغيا. مهم الشغل راه ما كيتسالاش، الشغل ديال الدار ما كيتسالاش. الا تبعتي الشغل ديال الدار والله ما غتسالي، ديما خصك انك تخملي، ديما ضروري خصك تمسحي. شوفوا الغبره اللي طاحت من البالكون، واخا راني ما كنغفلش عليه ديما، مره في السيمانه ديما كنغسلو، واخا هكاك كيتغبر اللي في جنب الطريق راه كيتكرفس الصراحه. المهم هنايا خرجت تقديت صراحه، كنت باغي نصورلكم المارشي ولكن لقيتو مبرطق بالبشر وسميتو والصهد. المهم هنايا تقديت شي حويجات كانوا ناقصيني. هاد المارشي هذا كيكون من الحد للحد، كاين ديال الاربع وكاين ديال الحد. المهم انايا هنايا مشيت تقديت مطيشه اللي خاصتني، وخديت مطيشه، وخديت خديت البصله، وخديت الخوخ كذلك، خديت اللي خاصني. المهم للدار تقديتو، غادي نديرو ديريكت. انا بصراحه ما كنغسلش مطيشه، حيت مطيشه دغيا كتخماج، كنخليها هكاك باش المهم انا ما كنغسلش الخضره، كنديرها صراحه ديريكت في الثلاجه، كنديرها في الشبيكات وكنديرها في الثلاجه. بالنسبه للمطيشه راه كتبقى في مده طويله الا ما غسلتيهاش. صافي هنايا صراحه شت الهنديه، قلت ولا بد ناخذ شويه. انا في كل سيمانه كناخذ مثلا كيلو، نص كيلو، على حسب. صراحه غاليه 10 الليرات الحبه، تقولي كيبيعوا لنا الذهب. المهم خديت هاد الحبات، غادي نغسلها كذلك ونحيد ليها الشوك ديالها من الماء بالماء. غنغسلها وغادي نقيها وكذلك ونديرها في الثلاجه تبرد الغدا. صافي غادي ندوز ندير غديوه ديالي. صراحه تشهيت اللوبيا الخضريه، تشهيتها مشرمله. هنا درت مطيشه، درت بصيله، الثومه العطريه، وغادي نزيد عليها اللوبيا اللي كانت عندي في فريكو، وغادي نقليها مع بصيله حتى تطيب. صافي هنايا من بعد ما تغديت عيطت ليا لوستي، قالت لي غادي نجي نشرب قهوه عندك، قلت اجي مرحبا بك. صراحه ما موجدت شي حاجه وما عنديش شي حاجه هنا، قبله يعني جاتني. المهم غادي نديباني بداكشي اللي عندي، ما بيناتناش انا ولوستي، ما بيناتناش. غادي نديباني بداكشي اللي عندي في الدار. راكو علماتني بكري راني وجدت واحد الكيكه ولا وجدت شي حاجه، المهم شي حاجه حلوه ولا بسبوسه ولا شي حاجه، المهم ما علماتني الصراحه. ولكن كما قلت لكم ما بيناتناش، اللي كان واللي لقاتو يعني ما كاينش مشكل. المهم غادي نوجد هادشي اللي عندي في الدار، وغادي
كما قلت لكم هنايا وجدت الطبيله ديالي وجات لوسي كذلك، بدينا كنهضروا كنتعاودوا شويه. هي ديك صراحه دوزنا وقيت زوين، تعاودنا هضرنا شويه ضحكنا شويه. كذلك جات حماتي حتى هي كذلك، حتى هي درت لها قهوه وجلسنا صراحه هضرنا شويه وضحكنا شويه، داز وقيت زوين صراحه. ما سخيتش بهم والله العظيم. بقينا كنهضروا ما حسيناش بالوقت، دغيا طار الوقت. صافي هنايا درت قهوه وجدت قهوه وشربنا القهوه ديالنا. صافي هنايا من بعد ما شربنا القهوه ديالنا جمعت الكوزينه، جمعت الطبيله ودزت نجمع المواعنات اللي كانوا مرونين في الكوزينه. صراحه طولات ليا الكوزينه صراحه، راكم عارفين مع التخمال ومع الشغل ومع التقضيه ومع كلشي تجمع ليا في نهار واحد. كيما قلت لكم شوفوا الروينه النت، الروينه ديال العداو. صافي هنايا جمعت الكوزينه ودرت الموينات اللي خاصهم يداروا في الماكينه، درتهم كاملين الدجاج وداك الكيسان وداكشي كلهم جمعتهم في الماكينه. بالنسبه للطنجرات وداكشي كنغسلوه بيديا. بالنسبه للبرودوي اللي كندير في الماكينه كندير هاد الطوز، هاد الملحه اللي كان بالنسبة للملح كندير فينيش، وكذلك هاد البرلاطيجي كندير حتى هو كذلك ديال الفينيش. هذا بالنسبة للموعن كيخرجوا كيشعلوا، والطوز بالنسبة للماكينة باش ما ديرلكش الكالكير. وخلاص فيري ماركه مزيانه بالنسبه للماعن الدجاج وداكشي كيخرج كيشعل. صافي غادي نشغل الماكينه وغادي نخرج نتعشى برا. الزوج ديالي عرض عليا اليوم نتعشى برا. صراحه الواحد ماشي كل مره كيخرج، مره الواحد كيخرج. المهم خرجنا صراحه دوزنا وقيت زوين وهنايا كنقول لكم وصلت لنهايه الفيديو. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم الفيديو، ما تنساونيش باللايكات والاشتراكات ولو شي كومونتير يكون زوين. كنقول لكم شكرا على المتابعه، مع السلامه.